عليكم. طبعا عمر كمال ما اهدرش ركلة الجزاء تحت النهاردة وبس، لا، ده اهدر برضه ركلة جزاء مش النهاردة وبس امام باتشوكا، لا، ده اهدر ركلة جزاء في سنة 2024، ماشي، 14 12 2024 في مباراة باتشوكا برضه، مع الصدفة ان دي كانت الخمسة بتاعت اليوم، كانت الخمسة وبتاعت برضه 14 12 2024 كانت الخمسة، وفي الماتشين ضيع لعب الخمسة وضيعها وفاز عليه، وفازت باتشوكا على الاهلي. فبالتالي اللاعب ده لا يصح وجوده في الاهلي. بنناشد المسؤولين ان هذا العادي لا يساوي ربع جنيه. ده رقم واحد. ومش عارف ازاي هو موجود في النادي الاهلي وبيلعب في الاهلي لحد الان. طبعا كلنا عارفين ورطة النادي الاهلي في المهاجم. ورطة النادي الاهلي في المهاجم كلنا عارفين قصة اسامة ابو علي وارتباطه بماتش مع عمان واخواتنا ومنتخب اخواتنا طبعا. فبالتالي مش هينفع، ممكن ما يلحقش مباراة الافتتاح بتاعة كأس العالم. فبالتالي جلاديشار انت شايفه انه مش في مستواه، وفي نفس الوقت ان هو طلع مصاب، يعني يا ربنا يخفف ويطلع عند اصابه بسيطه ويقدر يلعب، بس يعني حتى لو لعب مش في مستواه. فبالتالي دي ورطه مهاجم. تمام. زيزو، طبعا اطمنا على زيزو والحمد لله انه مش محتاج وقت عشان يتأقلم. الكام دقيقة اللي نزلهم أدى فيهم كويس، وضربة الجزاء الأولى إنك تبدأ به يشو أول ضربة جزاء يشوطها هو لسه داخل الفريق جديد، فده يثبت لك إنه لاعب عنده خبرات وعنده قدرات وعنده تطور. فبالتالي يعني مش هيحتاج وقت طويل. ثالثا، احمد رمضان بيكهام يا جماعه من مكاسب المباراه، من ساعه ما دخل باتشوكا مش عارف يعدي بكره من الدفاع، وده حاجه حلوه قوي. ياسر ابراهيم مع احمد رمضان بيكهام عاملين شغل عالي في الدفاع. وبكده سلام.